الكيك اليومي بطعم وريحة زمان. الكيك مش هيلزق، الكيك مش هيبقى غامق، الكيك هيطلع هش وقطني جدا جدا، هيطلع معاكم تحفة وكل المكونات في البيت عندنا. النهاردة بإذن الله هنحل كل المشاكل اللي بتقابلنا في الكيك وهنتكلم عنها في الفيديو. اهم حاجة عايزاكم تشجعوني وتفرحوني كده بلايك حلو لو دخلتوا القناة بالصدفة وعجبتكم، اجبروا بخاطري واعملوا لنا لايك حلو. وكمان اعملوا لي متابعة جميلة واعملوا لي لايك وصلوا على النبي كده. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف. هنحل كل المشاكل اللي ممكن تقابلنا في الكيك. يعني هو كيك يومي هتعمليه كل يوم ان شاء الله. استخدم 3 بيضات اهو. البيض خارج من التلاجة بقاله شوية يعني، ماشي. وده برضو من نجاح الكيك بتاعنا ان البيض يبقى بدرجة حرارة المطبخ، بلاش من التلاجة على طول، ماشي. 3 اكياس فانيليا، كل بيضة ليها كيس فانيليا، تمام، عشان بس نتفادى الزفارة في قلبي. وطبعا كوباية سكر اهي، نفس المج اللي هنستعمله في كل حاجة. في البرتقال بس انا هستعمل نص مج زيت، مش عايزة زيت كتير عشان ما تفرولش مني برضه، مش بكتر المادة الدهنية. ادي كوباية سكر، والكوباية بتظبطها جدا. يبقى هنا بيض، سكر، فانيليا، هنضربهم مع بعض. انا النهارده هستخدم المضرب الكهربائي، ممكن تستخدموا الخلاط، ممكن كمان تستعملوا ايدكم، المضرب الرباني ده، بس هو موجود المضرب يعني. بصوا الخليط بقى عامل ازاي، شايفين؟ نفس الموضوع بنعمله في الخلاط على فكرة، بس بنصبر عليه. بصوا اهو. في الوقت ده لو احنا بقى مش لو احنا الكيك بتاعنا بيطلع غامق، معلقه الخل يبقى ليها افاده جامده جدا. وممكن كمان نص ليمونه، نص ليمونه، ما تقلقوش خالص، ماشي. نص ليمونه ومعلقه الخل دي مش هتخلي لك الكيك بتاعك ابيض زي القشطه، هتخليه ابيض جدا وفاتح جدا كمان. هننزل بنص كوبايه زيت في الوقت ده طبعا بعد ما حطيت معلقه خل. ونبدا ان احنا نعمل ايه، نضرب تاني المكونات دي مع بعض اهي. عايزين تستعملوا زيت على سمن مفيش مشكله، تمام. ربع كوبايه حليب، مش سخن ولا اي حاجه اهو. نضرب تاني. ننزل بقى بكوبايه البرتقال بتاعتنا اهو. عايزين بقى تعملوا بدل البرتقال ده كلها تعملوها بحليب، مفيش مشكله، ممكن تعملوا كوبايه وربع حليب. بس انا بحب يعني طعم البرتقال في الكيكه بيبقى تحفه. يا اما تعملوا اللي هو اكياس العصير الجاهزه دي تعملوا منها كوبايه، يا اما تعملوا عصير البرتقال بتاعكم وتصفوه بمصفى كويس، ماشي. هنضربهم ضربه كمان اهو. منزل بالدقيق بتاعي، كنت مشغله الفرن بتاعي على قد ايه يا شيماء؟ على درجه حراره 180. انا عاملاها على درجه حراره هاديه لاني انا هعملها في فرن البوتاجاز. طب استعملت دقيق تاني، انا استعملت تقريبا بتاع 350 جرام دقيق. ممكن يعملوا كوبايتين الا ربع كده، كوبايتين الا ربع دقيق اهو. وعلى حسب يعني انت هيبقى معاكي 400 جرام دقيق اللي هم مجين دقيق، ومش هتنزلي بيهم كلهم، هتنزلي بمج ونص في الاول، وهتفضلي تقلبي في ناحيه واحده كده اهو. العجينه بتاعتي اهي، بصوا هي كده جاهزه. هننزل بقى في الصينيه بتاعتي. قلنا المكونات مع بعض. معايا كوبايتين دقيق مجين قد دول، انا نزلت بمج ونص وفاضل نص. هنبدا ان احنا ننخله. بصوا علوا ايدكم كده وانتوا بتنخلوا عشان ده بيخلي الكيك بتاعنا طالع هش. الحركه دي على فكره بصوا ليها لازمه جدا اهو، شايفين؟ في الوقت ده ممكن تحطوا رشه ملح ما بين صوابعكم خفيفه جدا، وكيس البيكنج باودر ده كامل. الكوبايتين دقيق دول مثلا ممكن يبقوا 400 جرام. ونبدا نقلب كده ناحيه واحده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نقلب كويس ناحيه واحده اهو. ممكن بمضرب سلك بقى. في الوقت ده فاضل معايا نص كوبايه دقيق هنحتاجها ان شاء الله. بصوا اهو، شايفين؟ ننزل بقى بالخليط بتاعنا اهو، تمام.
مخلوش حاجه في الصينيه بقى. الاسباتولا دي عبقريه يعني. هننضف بس الطبق بس، هنعدلها كده اهو وندخل. تعالوا بقى اوريكم الفرن. شايفين المنظر؟ قعدت قد ايه؟ قعدت تقريبا من 30 ل 35 دقيقه. بصوا، اولا هي عامله شبه، بصوا، ريشه خفيفه جدا وجميله. وهنفتحها مع بعض. طب يا شيماء انت هتعملي ايه؟ احنا طافين عليها الفرن اهو، هنخرجها. تعالوا بقى اما اقول لكم تعملوا ايه. اول ما تخرجوا صينيه الكيك بتاعتكم ما تحطوهاش على الرخامه، على مكان ساقع كده يكتمها لكم من تحت. لا، خلوها على البوتاجاز من فوق، في يعني عشان تاخد نفس ايه الدفى كده. بس البوتاجاز هيبرد وهي هتبرد كمان، ايه الاتنين هيبردوا مع بعض كده. مش هتهبط ولا هيجرى لها اي حاجه. شويه كده هنفتحها عشان ايه، نشوف نوريها لكم ونوري لكم جمالها من جوه عامل ازاي. بصوا بقى الجمال والحلاوه. بصوا طالعه عامله ازاي. احشوها بقى، اعملوها تورته بجد. من جمالها وحلاوتها ممكن تعملوها، بصوا، زي الاسفنج. وممكن تعملوها على ايدكم كمان يعني. مش لازم لا مضرب كهربائي ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. ولسه هتشوفوها من جوه كمان ازاي هي عامله ازاي. تحفه بجد تحفه. هنقطع مع بعض دلوقتي وهوريها لكم. خلوا بالكم لسه كمان سخنه يعني. هي كل ده ولسه سخنه. بصوا شايفين الدخان طالع منها عامل ازاي اهو. تعالوا بقى نعمل ايه. هنقطعها كده قطع. جميل يا جماعه. بصوا هي عامله ازاي. بصوا من ورا كمان. شايفين؟ بصوا الحلاوه والقمر. ايه رايكم؟ طلع لكم قطع كمان اهو. تعالوا شوفوا. بصوا القطع عامله ازاي.